السلام عليكم حبايبي، طمنوني عنكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم رح نعمل مع بعض رز بفول. بس قبل ما نبدأ حبايبي خلينا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، فضلا وليس أمرا لما اشترك في القناة ينزل على السريع يشترك في القناة، يفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل شي جديد مني، واللي ما حط لي اللايك كمان ينزل على السريع يحط لي اللايك. ويلا خلينا نبلش. أنا عندي هون حطيت بالمقلاة تقريبا ربع كوب زيت نباتي. أنا أول شي رح أقلي الفول لابني الكبير لأنه ما بياكله بس مع اللحمة أبدا. وبعد ما يحمى الزيت حبايبي رح أنزل فوقهم تقريبا نص كيلو حب الفول، القلب تبع الفول، وبقليه مع بعضه شوي تقريبا شي 10 دقايق. بقلبه تقليبتين وبغطيه لحتى يستوي الفول تماما. وانا في مرحلة تقليته ما حطيت له لا اللهم صل على النبي لا بهار لا ملح ولا اي شي، بس اكتفيت في الزيت والفول فقط لا غير. بتحبوا تقلوه كمان بالسمنة كمان بيصير ما بيأثر، كمان بيطلع طيب. بس انا هذا ابني عن جد جنني، ما عم بعرف شلون بيحب الاكل. وهيك مثل ما لكم شايفين صار يعطي على لون الشقار، اللهم صل على النبي. وبلشت حبة الفول القشرة يعني تفتح تتفزر. فهون دوقت ابو الرود قلت له صار، قال لي ايه بده شغلة 4-5 دقايق بيكون جاهز. وهيك صار معي جاهز. استويت حبة الفول والقلب تبع الفول استوى صار جاهز. هلا بسحبه كله على الصحن عزيق، يعني بشيله لانه هذا ما بدي احط معه ابدا غير ملح وبهار. هلا بس اسحبه بحط له ملح ورشة بهار فقط لا غير. وبعد ما سحبته من الزيت اللي قليته فيها هلا بنزل تقريبا ب 400 جرام من اللحمة اللي هي نص ونص، رح اقليها كمان. وهلأ بنزل فوقها بمعلقة صغيرة 7 بهارات، ومثل ما شفتوا أنا بالأول حطيت تقريبا معلقة صغيرة ملح. وبعد ما قليت اللحمة هلأ رح أنزل فوقها بكيلو من الفول اللي المفصفص، يعني الفول حبايات الفول، فهمانين علي؟ هلا كمان رح اقليهم نفس الطريقة اللي قليت فيهم الفول اول مرة بالزيت بدون لحمة. رح اقليهم نفس الطريقة لحتى يستوي القلب تبع الفول. وانا عم بستعمل الفول الجمدان المفرز، انا عم بطالعه من الفريزر اصلا عمال بشتغل فيه. وهلا بغطي عليه كل 3 أو 4 دقايق بعمل له تقليبه ولبين ما يستوي الفول. هلا رح نطبخ الرز. انا رح اطبخ الرز الابيض، ما رح احط يعني لا رز بشعريه ولا شيء. انا هون حطيت تقريبا ربع كوب زيت نباتي، ورح انزل بكيلو رز منقوع صار له تقريبا شي ساعتين بمي غاليه وغسلته 3 توجيه. ونزلت الرز في قلب الطنجره، وهلا بحمص الرز شغله 4-5 دقايق مو اكتر. وهون نزلت عليه الملح، وكلياتنا بنعرف الملح حسب الرغبه. بعد ما خلصته تحميص هلا بنزل فوقه بالمي. انا حطيت مي بارده من الحنفيه، المي بحطها فوقه تقريبا عقده ونص مي دا تكون فوق الرز. وهلا بحركه كله مع بعضه وبظبط له ملحه وبغطي عليه لحتى يستوي تماما. وهيك بعد ما استوى الرز والفول وهي النتيجة النهائية. هلا هو بتاكل جنبه اللهم صل على النبي مخلل ولبن وسلطة، والحمد لله رب العالمين. هيك كان غدانا. ولهون حبايبي وصلت لنهاية هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.